السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانين ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. مبروك عواشركم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما شفتوا معايا ما شاء الله هاد الحلوه كما جات كتهضر على راسها. المهم غادي نبدا معكم المقادير والمراحل من الاول حتى الاخير. ان شاء الله عندي هنايا هاد اللوز، يعني العقدة اللوز كانت باقية عندي، وعندي هنايا جلجلان حمرته شويه باش يعطيه ديك المذاق زوين، والكاوكاو حتى هو كان خضر وحمرته حتى هويا وطحنته. المهم ما طحنتوش هذيك الطحين اللي تعرفوا، يعني جا شويه باين. وهاد اللوز راه العقده، يعني العقده اللي كدير في البرايوات وفي داكشي كانت باقا عندي في الفريغو ودرتها. المهم عندي هنا ثلاثه المكونات اللي راني غادي ندير فيها هاد الحلوه. ما شاء الله غتجي بنينه وصحيه. عندي هنايا واحد جوج الكيسان ديال السنيده، وعندي جوج الكيسان ديال الزيت، زيت نباتيه. وعندي ثلاثة البيضات، يعني ثلاثة البيضات ضروري يكون البيض ما يكونش في الثلاجة. عندي هنايا هاد الزبدة 250 غرام، يعني ديال الزبدة يعني تكون حتى هي بحرارة المطبخ باش ما تكرفسكمش، لان لك تديرينها في الثلاجة راه ما غاديش تطلق لكم دغيا. كيف ما راني كنوريكم حتى هذاك يعني شحال فيها. المهم فيها 250 غرام. عندي هنايا جوج الخمارات بوزن 8 غرام. عندي هاد الفانيلا 7 غرام وشي حاجة، المهم 5. المهم أنا شاركت معكم المراحل كلهم. الزيت راه ما عامرينش الكيسان مزيان، لأنني هاد الحلوة غادي ندير فيها واحد جوج باش غادي تجيني شوية واحد الكمية، يعني كمية شوية كتيرة. الملحة ضروري، هي اللي درت في السنيدة ضروري من الملحة، يعني الملحة اللي تصحيح الذوق. لكل شيء ما شاء الله الملحة كتشكر الحاجة اللي كطيبوها بها. لان لا درتوش حاجه مسوسه كما شفتوا راه ما كتقدروش عليها، وإلا كانت فيها الملح كتكون بنينه. وكنطلب من الله يشافي جميع المسلمين وسكن حتى هما ياكلوا الحاجه بنينه، والله يشافيهم. والعيد هذا والعواشر هذه الله يشافي من كل هو مريض، واللي عنده شي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي حاجه الله ييسرها ليه. والمهم غادي نقول لكم مبروك عيدكم، وانا هنا راني بديت معكم المقادير ضروري غادي نبعدهم باش نقاد معكم الكاميرا، لان بعيده القصر تتبان ليا من الكاميرا. حتى جريتها وكيف ما شفتوا معايا الزبده راه لينه، راه ما عذبتني ما حتى شي حاجه، تبارك الله كيف ما وركت عليها. وتبارك الله الحال سخون، راه الانسان وداب ماشي غير الزبده. اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه. هنا كيف ما شفتوا معايا الزبده، يعني كنوريك على غير بالصبعين ما شاء الله راها دايبه. الاناني ما دايراش في الثلاجه، ملي خديتها بقات غير محطوطه في البلاكار حتى خدمت بها. كيف ما شفتوا معايا هنا ضروري هاد المرحله ديال الزبده مع السنيده. وهانتوما معايا، يعني هاد الحلوه ما شاء الله راه كتجي زوينه رطبه، واحد المذاق كطيب في الفران وتعطي واحد الريحه اللي راها زوينه. المهم غادي نديرو شويه الحلوى للوليدات لينا حنا نيت، يعني النهار هاد الحلوى راني تنوجدها للعيد. لانني يلاه صوبتها اليوم، يلاه كتاب اليوم صوبتها وبغيت نحطها نيت اليوم الا سهل الله. كيف ما كملتها كندير المونتاج مباشره في داك النهار، يعني ماشي من شحال باش درتها. المهم كيف ما شفتوا معايا راني درت الزبده والسنيده هما الاولين، غادي نزيد عليهم البيض، غادي يولي المقادير كريمي يعني. وضروري كي خصنا ندلكها. وهنايا راني غادي ندير الفانيلا، حيت الفانيلا حتى هي كتبقى مرمله، يعني كتلقاوها باقا صحيحه. كيف ما شفتوا معايا ضروري كخصني ندير الفانيلا مع البيض ومع السنيده ومع الزبده. عاد ان شاء الله من ورا هاد الشي غادي نزيد الزيت. المهم نتوما معايا دقه دقه
وما غاديش نحرق لكم المراحل. واللي ما عمرها ما دارت الحلوى، يعني كنهضر مع البنيات اللي راهم ما شاء الله يلا طالعين، يعني بغاو يتعلموا، مرحبا بكم بنياتي، والله يسهل عليكم والله ييسر ليكم. وكنقول هاد القناة يعني انا دايرها البنياتي، دايرها لميماتي، العائلة، البعيد القريب، كل شي يتفرج، كل شي يشوف، يعني كل شي يعرف اشنو غادي يصوب. المهم انا ماشي غادي نقول لكم محترفة 100%، ولكن اللي عرفته كنشاركه معاكم، واللي كندير في المنزل ديالي تنشاركها معاكم. يعني ما كنبخلش عليكم بشي حاجه. هنا راني درت 2 الكيسان ديال الزيت وباقي كنخلط فيها باش غادي تجيني كريمه. الا درتها بحال هكايا يعني درتها مزيان، درتها خلطتها مزيان، راه غادي تعطيني واحد الكميه كبيره. الا خليت الزبده بقات مكوره راه كتعطيكم واحد الكميه قليله، لان الزبده ما عطاتش وما طلقتش وما ما طيعاش هذيك الكريمه. كيف ما كنقولوا باقا مجمده هذيك الزبده. ولا خص ضروري حتى تخدموا الزبده بزاف مع السنيده ومع البيض. وعاد زدت عليهم هاد اللوز والكاوكاو وجلجلان، لان عارفين الفوائد اللي كاينه في جلجلان. علاش اللي ما نستغلوهاش ونديروها وناكلوها حنا ووليداتنا ويعني اللي جا عندنا مرحبا به. وكيف ما شفتوا معايا غادي ندير هنايا هاد الدقيق. انا راني كنقوي عليكم كيف ما شفتوا، يعني حيت عارفاكم راكم كتشوفوا فيديو وهادشي اللي عطا الله كنشاركه معكم. ضروري هاد المرحله ديال الطحين هو الاول، وغندير فوق منه الخماره. الحلوه ديالي ما غادي يوقع عليها حتى هي شي حاجه عادي. الا درت الخميره قبل الطحين غادي تكور، كيف ما شفتوا كتولي كتشنشن، يعني ما كتبقاش كيف ما بغيناه. انا راه باقا هاد الورق يعني باقي عيني فيه نحيدو ونطويه وبازا الاخرى مره اخرى نخدمه. المهم البساطه مع اختكم. هنا راني جبت هاد اللاطه ديالي، كما هاد العجينه راني درت، يعني ما خليتهاش جاريه وما قصحتهاش بزاف. يعني لا جريتها ما غاديش يعطيني داك الشكل ديال الهلال اللي راني بغيت. غادي غير توصل السخونيه وطيح، يعني تذوب، ما غتبقاش شاده القوام ديالها كيف ما بغيتها. وما شاء الله راه جات زوينه. هنايا درت اللاطه ديالي وفرشت ليها ورق المطبخ، لان الطاوه ديالي هاد اللاطه واكله العصا. على حساب التصوير راني فرشت ليها هاد سميتو. اما بالنسبه للايامات العاديه راكم شفتوني مع راه كنشارك معكم كل شيء. اللاطه شاربه الزيت، شاربه هذه الزبده، يعني كنخدم بها بزاف. ما تنخافش منها وما تندهنهاش، حتى الدهن ما كندهنهاش، كنديرها مباشره، كندير فيها الحلوى وما عمرها لصقات ليا شي حاجه فيها وما عمرها حشماتني. هاد الحلوى كيف ما شفتوا ما شاء الله راه كتجي غزاله. وانتم اصلا راكم عارفين يعني المذاق ديال اللوز مع الكاوكاو مع الجلجلان كيتواتى وكيعطي واحد المذاق اللي راه زوين. وهنايا كيف ما شفتوا معايا يعني كندير هاد التحربيله، ضروري تندير لها بحال هكا في يدي. وهذيك الساعات غادي نصوب الحجم اللي بغيت، يعني القياس اللي بغيتو انا غادي نديرو. هاد القياس راه ما شاء الله كيعطي واحد الكميه كبيره، لان الا بغيتو ديروها كبيره غتجيكم تاني غليظه بزاف ما كاينلاش. الحلوه تكون بين وبين، يعني الشكيل غير شوفت العين، يعني الا شفتيها تعمر لك عينك، ماشي بحال كبيره مشطه وفرقعه وما عرفت كي دايره من الجناب. المهم خصكم ديروها تكون هي هذيك، وتكون ماتيه الطابله وماتيه الحطه وماتيه كل شيء ما شاء الله، تكون حاجه على حقها وطريقها. واللي صوب شي حاجه يقول بسم الله توكلنا على الله، وحاشا واش الله يخيب، لان سبحان الله الا قلتي بسم الله دغيا غادي تكملي
والحاجة تصوبيها وانتي مرتاحة، يعني بغيتي انتي بغيتي تصوبي شي حاجة لوليداتك الدار ديالك غادية تجي زوينة. هنايا راني جبت الطاوة من الفران لانني ما طيبتهاش هنا في الدار، الحال سخون ما قدرتش نشعل الفران قاع في الدار، لان عندنا هنا في مدينة اليوسفية ما شاء الله يعني واحد الحرارة لا اله الا الله. هنايا كيف ما قلت لكم راني جبتها من الفران ودرت ليها الطريقة جاتني سهلة عملية. غادي نخليها في اللاطة ديالها، وكيف ما شفتوني راني مفرشة ليها ورق المطبخ، يعني هذاك السكر ما غاديش يضيع، الا بقى راني غادي نغربلو ونديرو في واحد القريعه ويبقى عندي. هنايا كنغربلو ضروري بهذه الطريقه، وعرفتو راه كيتحط حسن من كديروه في يعني وتمرمدو. كندير ليه انا هاد الطريقه باش كامل يتساس ويتقاد ويجي على حقه وطريقه. كما شفتوا راه من التحت باقي شويه ما وصلش السكر. ملي غادي نبدا نهز، نتوما شوفوا الطريقه اللي بديت كندير، ما حديت نهز وتنديرها فيه بحال هكايا، تنديها ونجيبها في داكشي اللي كان طاح. ما شاء الله راه كامل هز ليا هاد سميتو، هز ليا هاد السكر كلاصي، ولكن راه ما هش ليا شي كميه كبيره لانني ما مرمتوش. كما شفتوا راني غربلته فوق منه، وبهالطريقه راه سهله بسيطه حلوه زمان، يعني كتجي فنه بمعنى الكلمه. انا هنايا كملت هاد الحليوه عندي وراني وجدتها النهار العيد ان شاء الله. اليوم وغدا ان شاء الله عندنا العيد، الله ييسر ومبروك عيدكم ويدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالهنا وبراحه البال يا سيدي ربي، وبالشفاء لوليداتنا والعائلاتنا والعائله المغربيه كامله فين ما كانت. وكنتمنى من الله ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم وتفرجوا فيه وتعاودوا تبارطاجيوه للعائله والاهل والاحباب. يعني اللي عنده هاد القناه ديال البساطه مع ام ريمي بارطاجيها مع العائله ديالو، الله يجازيكم بخير، الله يرزقكم العوين العواشر هادي. هاد الورق اللي راني فرشه اللي صيفطت لي الاخت، الله يجازيها بخير والله يحفظها والله يعطيها صحيحتها، الله يرحم لها الوالدين ويحفظ لها ميمتها. هاد الحلوه راه ما شاء الله، ويعني وعطات واحد ديكور ملي فرشته، عطى واحد ديكور زوين، يعني ما بقاش باين غير الفايانس، بان زوين، عطى حتى منيظر لهاد الطبق. كيف ما شفتوا هنايا راني جبت هاد التبصيل وكنوريكم بان راه كتجي هشيشه رطبه، كل شي ياكل صغير وكبير وكل شي غادي تعجبه. كيف ما عجبتني انا تعجبكم حتى نتوما ان شاء الله. ومبروك عليكم العيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وبالهنا وبراحه البال. راحه البال هي الاساس، والهنا سبق الغنى، يعني الهنا هو الاساس، والله يريحكم ويريح بالكم ان شاء الله، لهلا يعطيكم ما يهولكم. غادي نقول لكم خليت لكم الراحه، خليتكم في راحه الله ان شاء الله.